شخص بيتخذل كتير جدا من الناس، وهل كده العيب فيا ولا فيهم؟ دي حاجة محيرة جدا. خليني اقولك ان الخذلان بعد عشم ده اوعى ياخدك في فقد الثقة في الناس، لان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الخير في وفي امتي الى يوم القيامة. فالخذلان ده ما يخلكش تفقد الثقة في الناس، بل بالعكس تقبل ان الاشخاص في حياتنا عبارة عن فترات. في مثلا اللي هيبقى وقت الشدة جنبك ويساعدك ويبقى ظهرك وسندك، وفي اللي هيبقى مثلا في وقت من الأوقات مش هتلاقيه موجود. ما هي الناس فترات زي الصيف مرة واحدة في السنة. فلازم تقبل فكرة إن الأشخاص عبارة عن خبرات حياتية، أشخاص هتعدي عليك ودروس هتكتسبها. فده بالنسبة للخذلان بعد عشم. كمان لازم تخلي بالك ليه؟ لأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا يلدغ المرء المؤمن من جحر واحد مرتين. فاللدغة اللي حصلت لك أو القرصة اللي حصلت لك دي هتعلمك. خلاص أنا اتقرصت مرة، اتعلمت، خدت الدرس، درسته كويس وذاكرته كويس، فمش هتحصل ومش هتتكرر تاني. فدي بالنسبة للخذلان بعد عشم، ما هي إلا خبرات، وتخلي بالك تتحضر للدرس اللي بعده.